السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير يا رب. بصوا بقى النهاردة ايه ان شاء الله. انا الفيديو ده كنت عاملاه امبارح، فانا منزلاه لكم اللي هو يوم الوقفة يعني. فانا ايه، قلت اعمل معاكم روتين حلو كده، اللي هو ايه، انضف البلكونة تنظيف عميق وادخل بقى افرش الشقة وكده. انا كنت عاملة ايه، كنت مجهزة الشقة. بصوا، هي الفقرة بتاعت البلكونة دي والمطبخ أصلا كان قبل الوقفة بيوم، بصراحة ما كانش يوم الوقفة. فأنا ايه، نزلت لكم الفيديو بس يوم الوقفة اللي هو كان امبارح. عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. صلوا على النبي. بصوا، انا قلت اول ما هدخل على الايه، هدخل على البلكونة، يعني هدخل من بره الاول، بحيث ان يبقى عندي يعني انضف البلكونه واكنسها وامسحها وخلاص، يبقى هي خلاص نضيفه، خلاص خلصت عندي. يبقى فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي بقيه الشقه. طبعا انا كنت بقى عامله ايه، كنت عامله التلاجة، كنت منضفه الفريز، كنت عامله كل حاجه في الشقه وخلاص. وكنت كمان عامله الحيطان جوه، بس ما صورتهاش معاكم. فانا ايه، كان خلاص يعني، كان فاضلي اصلا تشطيبات. بصوا، انا قلت هنا ايه، لازم اغسل الشبابيك بقى بصراحة. لازم، بحس ان انا لما بغسلها كده نفسيتي بترتاح، بشوف الصابونة انا برتاح. بصوا، قلت ايه، قلت اغسلها. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. انا قلت ايه، اغسل الشبابيك الاول. وبعدين فين اللايك الحلو بتاعك؟ كنتوا مش بتحطوا لي اللايك ليه؟ انا بشوفكم تتفرجوا على الفيديوهات بس مش بتحطوا لي اللايك، ومش بتكتبوا لي برضو تعليق. اكتبوا لي تعليق حلو وقولي كل سنه وانت طيبه يا ام هنا، وادوني 5 دقايق من وقتكم ولايك وتعليق بس، خلاص مش عايزه حاجه تاني. لو مش هبقى تقيله عليكم طبعا. بصوا، انا ايه، قلت لازم اغسل الشبابيك الاول. انا قلت هنا بعد ما اغسلها يعني ارش عليها ميه وصابون وكده. وبعدين انا طبعا لقيت في ناس قاعده تحت البيت، فانا ما ينفعش ادلق ميه وكده، عشان كمان ايه ما ينفعش وفي غسيل. قلت اغسل الحته وايه، وابقى اغسل بيها الشبابيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحديد بتاع البلكونه هينضف برضه ومش وبعدين كمان انا هشطفه، بس انتوا مش هتشوفوا. انا هشطفه كمان برضه بفوطه مبلوله وايه، وبميه نضيفه وهمسحه. قلت انضفه معاكم. ايه اخباركم في العيد؟ عاملين ايه؟ والله العيد بصوا سبحان الله، تحس ان هو بوخم كده، يعني الواحد عايز ينام على طول. انا قلت اغسل الحيطان عشان خاطر ايه، عشان خاطر تبقى برضه نضيفة، تجيب طراوة كده. اصلا أنا الشقة بتاعتي حر جدا، مش عارفة ليه، مع اني مش في الدور الاخير، بس برضه بحس ان هي حر. ببقى عايزة ادلق على الحيطان دي 24 ساعة. بص الصابون، شفتوا؟ مش بقولكوا نفسيتي بترتاح لما بشوف الصابون. بصوا، احنا اصلا كنا ايه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاجات اللي في السيراميك من تحت دي هي مش حاجة، لا ده هي كانت اسمنت. بصوا، عقبال بقى ما جيت اغسل الشبابيك كان ايه، كان الصابون مسك فيها شويه، اقعد بقى ادلق ميه كتير كتير بحس ان الصابون ده ينزل. معلش حقكم عليا والله، انا كنت منزلكم الفيديو امبارح والله العظيم، بس معلش نزلته ومسحته، كان فيه اخطاء فيه. حقكم عليا. كل سنه وانتم طيبين. بصوا، انا هنا بوريكم البلكونه ايه، تمام ونشفت وزي الفل. دخلت بقى ايه، اعمل المطبخ. بصوا، انا كنت عامله المطبخ من الداخل كده في العيد الايه الصغير، وبرده كانت ايدي فيه على طول، لازم كل اسبوع وانا بنضف الشقه كانت ايدي فيه. فببص تحت المفارش لقيتها اصلا نضيفه، بس مش الارفف كلها، يعني في ارفف عملتها وفي ارفف لقيتها نضيفه. بصوا بقى، ده طبعا سترز اللي انا وريته لكم وغني عن التعريف يعني. بحطه على الالومنتال. وبصراحه برضو مش بدلق ميه، ليه بقى؟ عشان الالومنتال ما يبوش معايا ويطقطق، لا، برضو بفوطه مبلوله نضيفه، وبقوم ايه، مسح، بس بينزل لي الدهون دي كلها، مش بحس بيه اصلا، ولا بحس بيها بصراحه. خلصت المطبخ. بصوا انا بوريلكوا، بصوا بيلمع ازاي، والله العظيم كان زي القشطه.
لا وكمان عملت الارفف دي من جوه بس انتوا ما شفتنيش. دي القطعة التانية من المطبخ، يعني ما تحسبوش ان هي هنا، لا دي القطعة التانية بتاعت اللي حاطة فيها الاطباق والكوبايات وكده. طبعا دخلت على انزل بقى تحت خلاص. انا كده فوق بقى عملت ايه مع المطبخ؟ عملت كمان السيراميك، بس السيراميك بصراحة انا غسلته، يعني غسلت السيراميك ورشيت عليه ميه. بصوا انا برضو مش برش ميه كتير، لاني مفاتيح الكهرباء اللي قدامكم دي بتكهرب، مش عارفة من ايه، اللي يعرف يقول بتكهرب. فانا لما باجي ارش ميه بلاقي كهربت كذا مرة، فبصراحة لا، باجي عند مفاتيح الكهرباء دي وبقوم بقوم منشفة بحتة مبلولة، مش بسيب يعني المية توصل لها. وبعدين في جزء تاني من مفاتيح الكهرباء دي انا لازقه عليه ورق حائط. ليه بقى؟ عشان المية لما بتيجي تنزل او سترس ده لما باجي يعني ارشه على الحيطه بينزل بيقوم برضو مكهربني. فانا بصراحه لا، انا لقيت نفسي مش بستعملها، رحت احط عليها ورق حائط. بصوا انا هنا غسلت الفرن وقلت لازم ادخل اغسل اللي هي شايله المعالق دي. بصوا الادراج اصلا كانت نشوفه من جوه، والله العظيم ما كانش فيه حاجه. برضو الدرج اللي كانت، انا طبعا الدرج اللي تحتيه بقى انا مش حاطه فيه حاجات كتير. ليه بقى؟ لان اولادي مش بيخلوا فيه اي حاجه، بيفضلوا يلعبوا كل حاجه، فبضطر ان انا احط فيه اي حاجه وخلاص، مش مشكله. اه طبعا انا هنا غسلتهم ونشفتهم اصلا. هنا بعد ما غسلتهم ارص فيهم بقى. طبعا انا لازم ارص المعلق كده والشوك والمعلق، ما اعرفش بصراحه احط كده على طول، لا لازم يترصوا معايا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير يا رب. بصوا أنا هنا طبعا ده التربو اللي كان فيه اللي كان بيبقى فيه الحاجات، البصل والبطاطس والتموين بتاع البيت وكده. فطبعا ده لازم يتغسل أكيد، ما بستناش عليه. بصوا أنا هنا كنت غسلته ونشفت، بس غسلته بإيه بقى؟ بالفرشة بقى طب وكمان كنت غسلت البوتاجاز معاكم، بس انتوا ما شفتونيش في الفيديو. غسلت البوتاجاز وقلت احط عليه ورق الفويل ده. مش عارفه والله، بصوا انا مش بصراحه مش عارفه ورق الفويل ده يعني صح ولا مش صح، برضو اللي يعرف يقولي. انا بحطه كحمايه عشان خاطر البوتاجاز عندي، بحس ان هو في العيد بيتدهور بسرعه يعني، وانا بصراحه الواحد بيبقى مخلص الشقه بيبقى عايز يرتاح شويه. بصوا انا بقول لكم يلا بقى سقفولي. خلصت. انا لازم الزقه على ظهر البوتاجاز كده عشان برضو الدهون. لما باجي اشيل الفويل ده بلاقي البوتاجاز ما شاء الله عليه نضيف مفيهوش اي حاجه، ولا بقى برش عليه سترس ولا حاجه، اللي هو بمسحه بحته مبلوله نضيفه، ما هو كده كده بيبقى نضيف اصلا. بصوا ده ورق الحائط اللي انا جبته في فيديو المشتريات، لو انتم متابعيني. ورق الحائط اللي انا جبته، تخيلوا ان انا كنت جايباه على انه 5 متر، ما شاء الله هو مش طلع 5 متر بس، ده طلع اكتر من 10 متر. ده انا عملت بيه حاجات كتير، لا وكمان فاض مني كتير، فاض مني من 5 متر كمان. بصوا قلت الزق ده انا كده كمان مسرعه لكم الفيديو، ده هو طلع عيني. عقبال ما لزقته على الرخامه اتاريه متعب جدا جدا. بصراحه انا قلت انا قلت يعني انظم يعني في مطبخي كده، اللي هو اجدد فيه، مش انظم اجدد فيه. بص انا لقيتها هنا مش عايزه تتلزق من الحرف، رحت رايحه من بعيد بقى ورحت الزق 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 لحد ما لزقت المعاه. لا بس طلعت حلوه يعني بصراحه، جميله، اللي ما عملهاش خسران والله. وهي فكرة برضو تغيير يعني عن اللون الرخامة اللي موجود ده. انا كنت نفسي اعملها من زمان بصراحة، بس جاتليش الفكرة. خلصتها اهي. طبعا انا جبت انا جبت فرخين من دول، بس ما جبتش بصراحة حاجة تانية. انا جبت كيس، هو كيس فيه 2. او بصوا هنا لزقته ازاي، كان يعني انا كان نفسي جدا اعمل ورق الحائط ده برضه، كان نفسي قوي. بصوا انا هنا كنت خلصت المطبخ، معلش بقى سامحوني، ده كان صوت الاذان وانا ما ينفعش اتكلم صوت الاذان شغال، لازم طبعا يبقى ليه احترام والردد وراه. بصوا
خلاص انا كنت هنا بقى بصور لكم المقطع ده امتى؟ الساعة 3 بالليل. والله بعد ما خلصت كان المفروض اصلا ان انا مصورة ايه، ان انا مصورة من الساعة 2:30 الظهر، ابتديت ان انا اشتغل فيه، خلصت الساعة 3 بالليل. يا ده كان يوم مهلك قوي. انا كنت بقى كده غسلت معاكم ايه، غسيل حيطان كنت شطبت المطبخ بالكامل. خلاص انا هنا بوريكم. بصوا الصينيه الفاضيه دي والكوبايات اللي على المطبخ، بنتي هي اللي اختارتهم الصراحه، قالت لي ماما حطيهم هنا، طلعتهم عندي من النيش وقالت لي حطيهم يا ماما على المطبخ. قلت لها حاضر. بصوا دي التسالي اللي انا ايه نزلت اشتريتها اليوم ده الصبح، نزلت اشتريتها قلت عشان الولاد وكده احنا بنبقى قاعدين في العيد، فاشتريت لهم حاجات يتسلوا بيها، برضو مش بالكتير قوي، بحاجات قليله يعني، اللي هو برضو على قد الايه، على قد يعني على قد الاطباق اللي قدامي وكده، مش بكتر الحاجه برضو. بصوا دي بقى مشتريات يا رب تعجبكم. طبعا دخلت بقى على اوضه الاطفال، انا كنت كده بقى ايه تاني يوم الصبح، اللي هو قبل الوقفه قبل الوقفه بيوم، انا كنت كده فرشت خلاص. معلش هو الفيديو بس نازل متاخر، انا نزلته والله ومسحته عشان كان فيه مشاكل، معلش سامحوني. بصوا كده اهو بعد ما غسلته ونشف كمان. ودي اوضه النوم لما ايه، لما كنت فرشيها. وبصوا الروقان، تحس ان الدنيا هاديه ورايقه. والله العيد ده حلو قوي. انا عايزه العيد ده كل يوم. خلاص انا هنا ايه كنت خلصت كده اوضه النوم، ودي الايه الاوضه بتاعت اللي جنبيها اللي فيها الفريزر والتلاجة والبلكونه. بصوا هنا كانت ايه بسم الله الرحمن التكابير شغاله، اللي هو يوم الوقفه، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الله، بصوا والله العظيم الواحد بيسمعها بتحس براحه نفسيه. بصوا دي انا ما كنتش بصراحه حتى الشيلة هنا. ودي ايه التسالي اللي انا جبتها معاكم. كل سنه وانتم طيبين.